كانت أول وأعظم مدينة في العالم قبل آلاف السنين. اهتم سكانها القدماء بعلم الفلك وخرائط النجوم، وصدر منها كتاب حمورابي في القانون. إنها حدائق بابل المعلقة، إحدى عجائب الدنيا السبع القديمة. إلا أن تلك الحدائق اختفت باستثناء بعض الآثار الموجودة في الوقت الحاضر. تقع حدائق بابل المعلقة على بعد 85 كيلومترا جنوب العاصمة العراقية بغداد الحديثة، وتعد هذه أول مرة يتم فيها تصوير آثار حدائق بابل المعلقة منذ بدء الحرب في العراق عام 2003، إذ تقوم مؤسسات عالمية تابعة للأمم المتحدة بتحديد الأضرار في الحدائق وكيفية إصلاحها. نحاول من خلال عملنا في المتحف أن نعطي الزوار فكرة بسيطة عن مدينة بابل، وأن نطلعهم على بعض المقتنيات الأثرية التي نملكها. وقد وجدت في مكان الحدائق خنادق طويلة تم حفرها بدقة متناهية، محاطة بأكياس رمال ومغطاة بالحصى، بالإضافة إلى مستودع للوقود وبوابة عشتار القديمة. كما تظهر أعمال الفسيفساء جلية التي تعتبر من أجمل المعالم الأسطورية الشعبية، حيث كان يعتبرها القدماء إله بابل. كما تظهر ألواح عليها كتابات بالفارسية نتيجة الغزو الفارسي في القرن السادس قبل الميلاد. كما تبدو التحولات الفنية تصور الفن في بابل ككتاب المقدس المسيحي. وتعرضت كل هذه الآثار لتدمير والضياع خلال السنوات الماضية، إذ قررت القوات الأمريكية إنشاء معسكر للجيش في بابل التي تعتبر من أشهر المعالم السياحية المميزة في العالم. ويبذل علماء الآثار الألمان منذ القرن الماضي جهودا لإعداد خطط لبناء برج بابل.